افتحي يا حبيبتي، مش هينفع الكلام ده. ساعة ما جيتي كنت قافلة على روحي. داليا في حد ضايقك طيب؟ حد مزعلك في حاجة؟ يا حبيبتي ما هو كده مش هينفع. مش هينفع تفضلي قافلة على روحك حتى من غير أكل ولا شرب. يلا بابا عشان نلحق باص المدرسة. حاضر يا حبيبي، مش كل الساندوتش كله؟ اه حالا حالا يا جوجو، أنا مش عارف أعمل البتاع ده. بابي هات لو سمحت، انت مش عارف. أو بيكمليه في الباص. يلا الباصة تحت. يلا 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 مس ياسمين عمالة ترن. يلا حاضر طيب ماشي. بسرعة 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 بسرعة. حياتهم على آخر لحظة، حياتهم ولبستهم ما قدرتش أموت. إيه يا حبيبتي؟ أنت كويسة؟ كان في إيه امبارح مالك؟ واحد صاحبتي ماتت. يا ساتر يا رب. مين؟ وانت ما تعرفهاش، كانت معايا من ايام المدرسة. بقاء لله، ربنا يرحمها. طيب تحب أقعد من الشغل النهاردة؟ أقعد معاكي أوصلك في حتة لو رايحة عزا ولا حاجة. انا كويسة، روح انت شغلك. ماشي. اتفضلي يا أستاذة. بكلمك كتير في التليفون ومش عارفة اوصل لك. والله مش عارف اقول لك ايه يعني، بس مش عارف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. يعني بصي الحاله اللي انت فيها بقيتي عامله ازاي وحياتك اتشقلبت ازاي. هو انا حياتي اتشقلبت بسببك انت ولا بسبب جوزي اللي خاني مع اقرب صاحبه ليا؟ ايوه بس انا اللي عرفتك. انا كده كده كنت هعرف. اللي انت عملته بس ان انت عرفتني قبل الاوان بشويه. مفيش حاجه بتستخبى على طول يا مصطفى. وانا عايز اقول لك على حاجه يعني، بس ما تفهمنيش غلط. انا لا بدافع ولا بحاول اوجد له اي مبرر، انا ما اعرفوش من اساسه. بس يعني الواحد ساعات بيغلط وبيندم على اللي عمله ده وبيرجع لحياته الطبيعيه عادي يعني. المفروض انه لما يغلط ويندم ويرجع لحياته الطبيعيه تاني يبقى انا قاعده مستنياه واسامحه على طول. عشان الدنيا تمشي. ومين اللي المفروض يقرر انه عايز الدنيا تمشي ولا لا؟ انا ولا انت؟ مصطفى،
مش كل الناس بتقدر الامور زي بعض. والله العظيم 3 مقدر كل اللي انت فيه. طب فهميني طيب، انت هتعرفيهم ان انت عرفتي حاجه؟ لا طبعا. وانت ناويه على ايه بالظبط؟ انت كده وغوشتيني. اعرف بس راسي من رجليا، وبعد كده هبقى اقول لك انا قررت اعمل ايه. بس هم اكيد الفتره اللي جايه هيقللوا مقابلاتهم شويه. انا عايزاك برضو عينك ما تتشالش من عليهم. كمان عايزك تركز في موضوع اهلي اللي كلمتك فيه قبل كده. ونصبر شويه مع الموضوع ده لحد ما تفوقي من اللي انت فيه ده. صدقني يا مصطفى انا مش ههدى ولا هفوق غير لما اعرف الحقيقه كامله. لو وصلت لاي حاجه ابقى كلمني. تأمري بيه. قلبي القمر عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ زي الفل يا حبيبتي. هلكان شكلك تعبان فعلا. قوي. معلش يا خالد، الفتره اللي فاتت انا كنت مشغوله عنك شويه وما شلتش معاك. اوعي تقولي كده تاني. يا ما شلتي عني كتير. انا كل اللي يهمني دلوقتي انك تبقي كويسه وبس. انا كويسه الحمد لله. ما قلتليش صحيح، ايه بقى تفاصيل المشروع اللي كنت بتحكي لي عنه من فتره؟ والله يا حبيبتي ما جاتش فرصه ان انا احكي لك، وبعدين انت كنت تعبانه ما رضيتش تشتغلك معايا. لا انا مش مشغوله خالص، بس يعني انا حابه اسمع. ده يا ستي مشروع العمر. كومباوند جديد. قدرت اعمل ديل مع الشركه واخد تشطيب الوحدات والفلل كلها. هم خلاص قربوا يسلموا هنبتدي نشتغل. ان شاء الله الشركه تبقى في حته تانيه خالص. ربنا معاك. بس الموضوع ده مش محتاج راس مال كبير شويه؟ الحمد لله قدرت اتصرف. كله تمام. ما تشغليش بالك. اتصرفت ازاي بقى؟ بقول لك ما تشغليش بالك. انا دلوقتي عايزك تركزي في صحتك وبس. اهم حاجه عندي انك تبقي تمام وكويسه. اتفقنا؟ اتفقنا. كل عمليات السحب يا فندم تمت من الفرع بتوكيل عام ساري من حضرتك. مفيش أي مشاكل باسم خالد فتحي يا فندم. اوكي تمام. معلش كان عندي استفسار تاني. معلش كان في شهادات كنت عاملاها باسم جيلان خالد واياد خالد، ممكن اعرف ارباحهم وصلت قد ايه لحد دلوقتي؟ للأسف يا فندم الشهادات دي اتفكت كلها الشهر اللي فات. أي خدمة تانية يا فندم؟ لا تمام، شكرا حضرتك جدا. بس الموضوع ده مش محتاج راس مال كبير شويه؟ الحمد لله قدرت اتصرف. كله تمام. ما تشغليش بالك. اتصرفت ازاي بقى؟ بقول لك ما تشغليش بالك. انا دلوقتي عايزك تركزي في صحتك وبس. اهم حاجه عندي انك تبقي تمام وكويسه. اتفقنا؟ اتفقنا. ازيك يا رشا؟ مدام داليا ازيك؟ وحشتيني بقالي فتره ما شفتش حضرتك. انت كمان اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت كنتي ماشيه؟ بصراحه وقتي فات من بدري، بس احنا اليومين دول مش ماشيين على المواعيد خالص، اصل احنا عندنا شغل جديد ومضغوطين فيه. ربنا معاكم. صحيح نسيت اسالك، الباشمهندس كان لسه مكلمني وقال ان هو تعبان شويه ومش جاي. الف سلامه. الله يسلمك. ما انا عشان كده جيت. عندك مانع بس اخرك 10 دقايق؟ لا ابدا اتفضلي. انا كنت عايزه منك خدمه.
اه طبعا اتفضلي. ممكن من فضلك توريني ملف المشروع الأخير اللي انتوا شغالين عليه؟ حضرتك محتاجة الورق كله؟ لا لا لا، أنا عايزة أشوف بس الملف اللي فيه الميزانية. حاضر. ده الملف اللي فيه الميزانية، اتفضلي. شكرا. في حاجة يا مدام داليا؟ رشا، أنا مش عايزاكي تجيبي سيرة لخالد خالص إن أنا جيت المكتب أو شفت الملف ده. ماشي يا مدام داليا، ده شغل حضراتكم وأنا بقوم بشغلي. متشكرة أوي بجد. أقدر أستأذن؟ اتفضلي. ده التوتال بتاع الميزانية. تمام كويس. لا واضح ان المشروع ممتاز، بس واضح كمان ان هيبقى فيه مشكلة في التمويل. راس المال لا يمكن يغطي عدد الوحدات المطلوبة في المرحلة الأولانية، مستحيل. ما أنا عشان كده أخدت صورة بسرعة على الموبايل وجيت لحضرتك. هو الباشمهندس محتاج حد يمول له المرحلة الأولانية؟ مش بالظبط، بس يعني هو مش حضرتك كنت عارض عليه قبل كده إنه يشاركك في شركة جديدة ويتولى الإدارة؟ والعرض سعر لغاية دلوقتي ويتنفذ من بكرة كمان. هو لو هيتنفذ بس هيتنفذ مع تعديل بسيط، إن أنا اللي هتولى الإدارة مش خالد. إيه؟ لا معلش كده أنا مش فاهم حاجة. عمي خالد ما طلعش زي ما حضرتك فاكر، ولا زي ما أنا كمان كنت فاكرة. والتجاوز اللي عمله في حقي يعني كان ممكن أعديه وأسامح، بس يوم ما يوصل إنه ياخد الفلوس اللي أنا كنت مأمنة بيها مستقبل ولادي من ورايا، يبقى لازم هنا أعمل وقفة، لأنه دول ولادي. والله يا بنت أنا مش عارف أقول لك إيه. أنا اتفاجئت الصراحة، بس مش جايز ده اللي يكون نيته سليمة ومش زي ما أنت فاهمة. أصل المشروع كويس والعائد بتاعه هيغطي كل النفقات. بس ما ينفعش برضه إنه كان ياخد فلوس الولاد من ورايا ويغامر بيهم مغامرة زي دي من غير ما يعرفني. وبعدين في حاجات تانية يا عمي أنت ما تعرفش عنها حاجة، وعارفيني أنا مش هقدر أحكيها. وبعدين حضرتك من الأول كنت بتعمل الموضوع ده كله عشاني، مش كده؟ طبعا حبة رد جزء بسيط من جمايل أبوك الله يرحمه عليا. خلاص يبقى احنا متفقين، بس أنا هيبقى ليا طلب واحد بس عند حضرتك، إن الحوار اللي دار بينا ده يفضل سر لحد بس ما أرتب أموري وأشوف أنا هعمل إيه. قلت إيه؟ هقول إيه؟ هقول لا إله إلا الله، نقرا الفاتحة. والنبي يا رب ولدي يا رب، والنبي يا رب ولدي، والنبي يا رب احفظهم، والنبي يا رب، والنبي احفظهم يا رب من كل شر، والنبي يا رب احفظهم وخليهم يا رب ما تورينيش فيهم حاجه وحشه يا رب، والنبي يا رب يا رب، والنبي يا ولدي. ايه يا حبيبتي؟ اهدي لا اله الا الله. اهدي
استاذن بالله مش طالب رجيم. راح. كويسة؟ لا أنا مش كويسة. مش كويسة. ارتاحي 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 ارتاحي. طيب ماشي اوكي ماشي. يلا مع السلامة. اتفضل يا دالي اتفضل. شكرا. هاي اخبارك ايه النهارده؟ مش هقدر اقول لحضرتك اني كويسة. طب ما ده كويس على فكرة، طالما احنا لسه في المراحل الأولانية للعلاج دي حاجة كويسة. وإن كمان تعرفي إنك مش مظبوطة، يبقى احنا ماشيين على الطريق الصح. يلا كملي. الكوابيس بقت بتتطور وشكلها بيختلف. الخاتم اللي كل شوية ينط لي في كل حتة، أنا مش عارفة إيه قصته، مش فاهمة هو ده بيحصل لي ليه أصلا. دي حاجة كويسة يا دالي، حاجة كويسة أوي. كده بقينا معانا بداية الخيط الصحيح. دي أول مرة تفتكري علامة مميزة من ساعة الحادثة وتبقى في الذاكرة. ده معناه إن إحنا ابتدينا نسترجع الأحداث. بالعكس، أنا مش قادرة أعمل كده. الخاتم ده في إيد حد أنا عارفاه كويس وملوش علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالحادثة. كان صاحب أبويا الله يرحمه، ووارد جدا إن أنا أكون فاكرة شكل الخاتم في إيده لأنه كان بيلعب معايا بيديني حاجة بحبها. أنا حقيقي دماغي كلها متلخبطة ومش عارفة مش عارفة أسيطر على الموضوع، مش عارفة أعمل إيه. ما هي دي الذاكرة يا ابني، اللي زرعته فيكي عشان توصلي للحل. طب والحل؟ أنا تعبت بجد، تعبت. داليا، اسم صاحب والدك ايه؟ وشكل الخاتم ايه بالظبط؟ نبيل وهدان. الخاتم ذهبي فيه نقوش ومربع كده من قدام، فيه وش أسد أو نمر، حاجة كده مش عارفة أحددها قوي، بس الخاتم شكله مميز وما يتنسيش أبدا. أنا آسفة جدا، أنا نسيت أسحب فلوس كاش قبل ما أجي. حضرتك عندك فيزا؟ مش مشكلة يا فندم، نخليها المرة الجاية. شكرا. هو انتي هتفضلي ما ترديش عليا كده كتير وانا مش فاهمه مالك؟ لو سمحتي استني. عايزة إيه؟ وإيه اللي جايبك هنا؟ جاي عند دكتور كمال زيك. وأنتي من إمتى بتيجي لدكتور كمال؟ ما هو لو انتي بتردي عليا كنت عرفتي انا من امتى باجيله. خلينا بس نقعد مع بعض في حته نتكلم. لو سمحتي اجلي معادي بس. تمام حاضر، هبلغ دكتور. تعالي. مالك؟ فيكي ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه. ما هو لو انت زعلانه مني قولي لي، بس ما تتعامليش معايا كده. لا قوليني يا مي، وانتي بتروحي تعملي ايه عند دكتور كمال رجب؟ بصي، هو انا اللي سالتك الاول وانت ما جاوبتنيش وغيرت السؤال، بس ماشي.
انا يا ستي بروح لدكتور كمال من سنه تقريبا، وما تنسيش ان انا اللي رشحتهولك. فاكره صاحبتي اللي كنت بقولك انها بتروح له كده؟ انا كدبت عليكي، هي انا اللي بروح له. كنتي بتروحي ليه بقى؟ عادي يعني، كل بني ادم مننا بيبقى محتاج حد يتكلم معاه ويفضفض له. وبتهيألي انت دلوقتي بالذات حاسه بيا وفاهمه انا بتكلم في ايه كويس قوي. سيبك مني انا. مالك انت في ايه؟ بقالك فتره كده مش مظبوطه. خالد بيخوني. هو احنا رجعنا للتخاريف دي تاني؟ مش تخاريف، انا متاكده من اللي انا بقوله. متأكدة ازاي يعني؟ متاكده وخلاص. هي دي فيها ازاي؟ طيب وعرفتي بيخونك مع مين؟ اه طبعا عرفت. واحده ما تخطرش في بالك ولا في بالي. بجد؟ طب مين؟ انا هموت واعرف. رشا السكرتير. لا والله. وعرفتي ازاي بقى؟ مش مهم عرفت ازاي، المهم ان انا مش هسيب حقي، واي حد خاني او غدر بيا انا هجيب حقي منه. ده الاهم. طب بقول لك ايه، ثانية واحدة بس، هرد على التليفون واجيلك. ماشي؟ يا بنتي. الو؟ ايوه، لا ده انا هبعت لك ايميل دلوقتي حالا. معلش. مساء الخير. مساء النور. الدكتور موجود؟ هو في حاجة زي مدام لالي؟ لا هو مفيش حجز، بس انا محتاجاه ضروري جدا، لازم اتكلم معاه. للأسف هو دكتور مش موجود. طب ما تعرفيش ممكن الاقيه فين؟ لان انا بكلمه على التليفون وما بيردش، وانا حقيقي محتاجه في حاجه ضروريه. هو لغي كل مواعيده ومسافر بقاله يومين، هيجي بكرة إن شاء الله. مسافر. شكرا. عفوا. أهلا أهلا أهلا. تقولي مصحيكوا لحد دلوقتي؟ كنا مستنيينك. خير، في حاجه ولا ايه؟ بصي يا ماما الرسمة دي. الله، دي حلوه جدا. مين فيكم اللي رسمها؟ أنا رسمتها وإياد لون. برافو، ده انتوا شاطرين جدا وتيم جامد قوي كمان. أمي هو أنتي زعلانة مننا في حاجة؟ زعلانه منكم؟ ليه يا حبيبتي بتقولي كده وانا هزعل منكم ليه؟ ما بقيتيش تحضنينا. يا نهار ابيض. تعالوا تعالوا تعالوا، ده انتوا حبايبي. معقول ازعل منكم انتوا؟ حقكوا عليا والله، انا اسفه. انا ممكن بس ابقى تعبانه شويه الفتره اللي فاتت دي، بس هبقى كويسه، هفضى ومش هبقى مشغوله تاني. حقكوا عليا والله بجد. طب بقول لكم ايه رايكم بكره نخرج؟ اوكي. نخرج ونروح سينما ونتغدى بره. شكرا. اوكي. بحبك أوي يا ماما. انا كمان بحبكم قوي. شكرا.
انا اسف ما كنتش موجود معاك اليومين اللي فاتوا في الحاله اللي انت فيها. كان عندي ظرف طارئ. انا بقيت خايفه على الولاد، حاسه ان انا وجودي جنبهم هيبقى في خطر عليهم. ليه بتقولي كده بس؟ انا مش عارفه لو الحاله دي عدت عليا وهم معايا انا ممكن اتعامل معاهم ازاي، او اقدر اعمل فيهم ايه او اذيهم. ممكن اذي كمان اي حد غيرهم لو الحاله دي عدت عليا وانا مش في وعي. الامور مش هتوصل كده، ما تقلقيش. حالة الشك الفظيعة اللي بتحكوا لي من ناحية خالد ومي هو اللي زود المشكلة. احنا لازم نعرف الحالة دي بدأت من امتى بالتحديد. أكيد في سبب خفي. الحالة دي بدأت بعد الجلسة اللي فاتت، لما ابتديت أركز وأشوف حاجات عدت عليا. الحقيقة ابتدت تتشكل وتظهر. ما أعتقدش البداية من هنا. عموما هنبدأ ونشوف. داليا، ركزي معايا هنا. صوتي أنا بس. دلوقتي انت جوه المكان، جوه المكان، جوه المكان، جوه المكان، جوه المكان، جوه المكان. خالد انت فين؟ انا في العربيه. انا عماله ادور عليك مش لاقياك. خرجت من الحمام ما لقيتكش. على مهلك اهي العربيه اهي اهي، بس شكلها كده مش عايزه تروح. على مهلك. هتعرفي تسوقي اصلا ولا تسيبها وتركبي معانا؟ اذا انت خايف عليا؟ اه طبعا اكيد خايف عليك. رايحه فين؟ ما لسه بدري. لا ما تستغربيش، ما انا عارفه كل حاجه ومن بدري كمان. عارفه انك خاينه وواطيه وما قدرتيش اللي انا عملته طول عمري علشانك، وخدتيني بظهري وتعبتيني يا واطيه. ازاي جالك قلب تعملي كل ده فيا؟ ليه بتعملي معايا كده؟ انا قصرت معاكي في ايه؟ ده انا طول عمري جنبك وعمري ما خبيت عليكي حاجه وبعتبرك اختي. في ايه يا داليا؟ ايه يا حبيبتي؟ اهدي، في ايه؟ معلش يا موضة، امشي انت دلوقتي. اتفضلي اتفضلي. ايه يا حبيبتي؟ ايه في حد يعمل كده؟ تعالي تعالي تعالي. كويسة؟ انت كويسة؟ عايزه ابقى لوحدي. طب انت تعبانة اجيب لك دكتور؟ لا لا. ايه ايه؟